اعتقد الشوط الاول كنا كويسين جدا. We played with a lot of control لعبنا بتحكم كبير في المباراه and created a lot of chances. وصنعنا الكثير من الفرص الشوط الاول And against a good opponent. Really. ضد خصم كويس، ضد خصم مش سهل. Shlev have some very good players. شايف عندهم لاعبين كويسين جدا، لاعبين هايلين. And of course in this pitch is very difficult with the artificial pitch. وخصوصا ان الملعب صناعي، عشب صناعي، فبيبقى الموضوع اصعب نوعا ما. And always a 4 o'clock kickoff is very awkward. ودايما ضربة البداية الساعة 4 بيكون شيء a little bit معقد يعني. So I have nothing but praise for the way we had a very good first half. عايز امدح اداء اللاعبين الشوط الاول. 0 chances for the opposition. الخصم ما خلقش اي فرص علينا الشوط الاول. A lot of box entries. احنا دخلنا اخترقنا صندوق الخصم كتير جدا الشوط الاول. A lot of possibilities to score. صنعنا احتماليات للتسجيل كتيرة جدا الشوط الاول. And then in the second half I think we ran out a little bit of legs. الشوط الثاني اعتقد كنا مرهقين شويه which is normal. وده طبيعي. This time of the season is not easy. الفتره الحاليه من الموسم مش سهله. We've been playing a lot of games. بنلعب العديد من المباريات. So the players need a bit of freshness. اللاعبين كانوا محتاجين بعض الفريش الطاقه. Especially the offensive players. خصوصا المهاجمين. When they are fresher a little bit. لو هم فريش، لو هم طاقتهم افضل. They have better actions. هيبقى عندهم تنفيذ افضل، هيكون عندهم قرارات افضل. In and around the box. حوالين منطقه جزاء الخصم، لان احنا اخترقنا كتير لكن افتقدنا. But okay, we take the point away from home. ناخد النقطه اللي كسبناها خارج ارضنا. And we try now to recover. ونحاول نسترجع الاستشفاء. And prepare for the next. ونحضر للمباراه القادمه.